اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل احلى بانيه بالخضار في الفرن. وصفه سهله جدا وبسيطه، مش لازم كل مره نعمل البانيه بالطريقه المتعارف عليها. حبينا نغير ونجدد في وصفاتنا، فعملنا البانيه مع الخضار في الفرن. وصفه سهله جدا، اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملناه مع بعض ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. حاجة ده نص كيلو من البانيه او اي كمية بانيه بالصدور. انا كنت يعني مجمعاها عندي، قطعتها بالشكل ده وغسلتها في مية وملح وخل ودقيق، مجرد بس يعني ربع ساعة، وشطفتها وصفتها من المية. الخلطة بتاعتنا بقى عبارة عن ايه؟ معلقتين من المايونيز، معلقتين من الزبادي، هحط كمان عندي ملح، عندي كمان رشة كده من الجنزبيل بتبقى حلوة قوي في التتبيلة. بصوا بقى، كل البهارات اللي انت عايز تحطيها حطيها. هحط رشة من الشطة، يعني كل حاجة كده نص معلقة صغيرة. هحط كمان عندي كزبرة ناشفة، عندي كمان بابريكا، عندي كمان سماق بيدي مزازة حلوة قوي في التتبيلة بتاعة الفراخ عموما. كمان هحط عندي رشة من الفلفل الأسود. كمان هحط عندي 7 بهارات. عندي كمان كركم، او تقدري تستخدمي كاري زي ما انتي تحبي الموجود عندك. هحط شوية زيت، شوية خل تفاح، او تقدري تستخدمي الخل الابيض. كمان هحط شوية من دبس الرمان، كمان شوية من الصويا صوص، وما تكتريش في الملح مادام هنحط صويا صوص. هقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه، وهسيب البانيه في التتبيله دي اكبر وقت ممكن، ساعه ساعتين. ممكن تعمليها قبلها بليله، مفيش مشكله خالص. كل ما تسيبيها اكتر كل ما تتشرب من التتبيله. تعالوا بقى نشوف الخضار. عندي عباره عن بصل، وعندي فلفل الوان، وكوسه، وجزر، وعندي كمان بطاطس. هجيب بقى كل حاجه دي من دي كده، هقطعها شرايح جوليان. البصل قطعته اهو شرايح رفيعة خالص. برضو الجزر هنقطعه برضو ليه شرايح رفيعة. نجيب كمان عندي هنا الفلفل، نقطع برضو الفلفل ليه شرايح رفيعة خالص. نقطعه بالشكل ده. طبعا كل ما تيجي مقطعه الحاجه رفيعه كل ما تستوي معاكي بسهوله. كمان عندي فلفل الوان، جبت الفلفل الاحمر. نجيب كمان طماطمية كده ونقطعها برضو ليه شرايح طوليه. تمام، كله طبعا جنبي بوله وبحط فيها كل الحاجات دي. كوسه، نجيب كمان عندي البطاطس برضو هقطعها ليه شرايح رفيعة. خلاص كده انا الخضار كله جمعته اهو. تعالوا بقى ننقله بس كده في بولة كبيرة عشان نعرف نتبله. اول حاجة هحط عندي كمان فصين، كمان هحط فصين من الثوم، نفرمهم كده فرم ناعم خالص. هحط بقى عندي ملح، نفس البهارات اللي انا استخدمتها في اللي فات. هحط فلفل اسود، عندي كمان كركم، عندي شوية من البابريكا، كمان هحط شوية زيت، هحط شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من الجنزبيل. دي شطة، انا مش هحط شطة عشان هحط قرن شطة كده. وهحط كمان عندي 7 بهارات، وطبعا السماق وقرن الشطة ده نفتحه بس كده فتحة بسيطة عشان انا عايزة بس اخد منه الشطشطة بتاعته بس.
نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده في الخضار تقليبه حلوه كده. تقدري تسيبي برضو الخضار يتبل ساعه مثلا قبل ما تشتغلي فيه على طول. هنجيب بقى ووك، هنحط شويه زبده ومعلقتين زبده وشويه زيت. الزبده والزيت يسخنوا، انزلي بس بالبانيه. انا مش هسوي البانيه، انا مجرد بس هديله يعني تشويحه من هنا وتشويحه من هنا بس مش اكتر، يعني هي هتكمل تسويتها بعد كده في الفرن مع الخضار. طبعا النار بتبقى عاليه علشان خاطر البانيه ما ينشفش معاه وينزل ميته. خلاص بياخد تشويحه من الناحيه دي، حتى ما بدلوش لون، لان احنا كمان لسه بعد كده هو هياخد اللون بتاعه في الفرن. نقلبه على طول كده على الناحية التانية كده. انا بساعد ان الفراخ تخش في التسوية. خلاص يعني مجرد دقيقة من هنا ودقيقة من هنا بقوم مطلعاه على طول. انا بقولك ان هو لسه مش مستوي، احنا بس مجرد بس ان احنا يعني زي ما قفلنا المسام بتاعته بس. ننزل بالخضار بتاعنا كله، نديله تشويحة برضو مع الزبدة بقى والناتج من الفراخ، نديله تقليبة كده كله مع بعضه. برضو هو طبعا ما بيكونش لسه برضو استوى. نجيب بقى البايركس، حطي بقى فيها ورقة فويل، وحطي عليها بعد كده ورق الزبدة عشان طبعا الفويل ما يبقاش ملاصق بالخضار بتاعك. وبعدين هحط رشة زيت، هي طبعا هي ملهاش لازمة رشة الزيت لان هو كده كده مش هي يعني مش هيلزق، بس احنا حبينا برضو نبقى في الامان يعني. هنزل بنص كمية الخضار، هنفرده كده الاول، وبعدين هجيب عندي البانيه. تقدري تعملي نفس الخطوات دي بالظبط لو عايزه تحطي لحمه او بفتيك مثلا، وتعملي برضو تديله تشويحه برضو عشان يكون استوى. لكن لو لحمه هتديها نص او 3/4 تسويه، علشان خاطر طبعا الخضار ما بياخدش وقت في التسويه زي اللحمه يعني. بعد كده هغطي البانيه كده ببقيه الخضار او النص التاني من الخضار، وطبعا هطلع برضو البانيه فوق شويه علشان يعني انا عايزه برضو يعني يبقى باين ان ده فراخ بالخضار يعني مش خضار بس. خلاص اهو بالشكل ده. حطي بقى كده معلقه يعني احنا عايزين بقى نحط له الصوص بتاعه. احط على التتبيله اللي انا كنت عاملاها، احط عليها معلقه صلصه. قلبي بقى الصلصه كده مع التتبيله الحلوه دي، وانزلي بيها كده على الخضار ده كله والفراخ. تقدري برضه تستخدمي دبابيس الفراخ، بتبقى حلوه قوي يعني. دي افكار كتيره مختلفه، تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه، وتقدري تستخدميها من غير لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، تبقى يعني عايزه اقول لك كده بايركس تورلي في منتهى الروعه. حطيت شويه ميه، وحطيت على الوش كده مكعبين من الزبده، وهحط شويه زيت علشان طبعا يديها لون كده لما ادخلها الفرن. هقفل عليها بورقة الزبدة، وهجيب ورقة الزبدة برضو عشان اقفل عليها كويس. هي هتخش الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد حوالي من 3/4 ساعة لساعة بالكتير، وهتكون مستوية معانا مظبوط. هغطي عليها كده بورقة الزبدة، وبعدين هقفل بالفويل. نجيب ورقة فويل كمان نقفل عليها. احنا ما حطيناش على فكره ميه كتير، احنا مجرد بس يعني عايزه اقولك نص كوبايه ميه، لان هو الخضار كده كده بينزل ميه، فما تكتريش في السوائل بتاعتها قوي. هندخلها الفرن، وهوريكي شكلها بعد ما طلعتها من الفرن عامل ازاي. نفتح كده، شوفي بقى الحلاوه والجمال. طبعا انا هدخلها تحت الشوايه، هتاخد بس وش كده، مجرد بس تاخد لون من فوق شويه، وهنقدمها على طول مع الرز الابيض. يعني شايفين دي شكلها بعد ما طلعناها. وصفة سهلة جدا وبسيطة، ما خدتش مننا وقت، عملنا معاها رز ابيض. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تجربيها وتقولي رأيك ايه. ولو ليكي اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.